زهرة الوادي مش كلمتين شكلهم حلو وخلاص، البداية كانت من هنا، من اوضتي. اول خطوة كنت بعمل الحاجة اللي بحبها، بشتري منتجات العناية والتجميل بسعر الجملة وابيعها لجيراني. بعد كده بقيت انزل والف واوزع على المحلات والصيدليات والبيوتي سنتر. صحيح كنت تاجر شاطر، بس النجاح هنا ملوش قيمة، لانك في الاول وفي الاخر ملكش براند ولا اسم، ومع اي دروب او سعر اقل كل ده هيروح. بس عشان انا حابب المجال قررت اكمل فيه واطوره، بس مش كتاجر عادي، قررت اعمل البراند بتاعي. ووصلت اني استاجر مخزن مناسب علشان اخزن فيه المنتجات، وعملت موقع الكتروني وصفحة على الفيسبوك والانستا وجروب كمان على الواتساب علشان اعرف اعرض شغلي بشكل يجذب العملاء. وعرفت ان الاختلاف دايما سر التميز، فقررت ابدا من النقطة دي، وبدأت أجيب بضاعة من مصانع وماركات مصرية بعيد عن المستورد. وطبعا مفيش حاجة بتنجح من البداية، بس المهم مفيش يأس. مع تكبير دايرة التوزيع والدعاية والإعلانات والعروض وغيرها بدأت الدنيا تتحسن شوية. والضربة التانية كانت المنافسة وحرق الأسعار، وعلى قد ما ده أثر عليا بس اتعلمت منه. هنا كان لازم أخد الخطوة الصح، وهي إني أبدأ خط إنتاج خاص بي، ويبدأ البراندنج الصح. بعد 5 سنين في 2021 قررت أسمي البراند زهرة الوادي، وفكرة الاسم جت من نوع من نباتات الزينة المهمة اللي بتنبت في شهر مايو. بيكم أنا مكمل حلمي، وهتبقى زهرة الوادي أكبر براند في مصر.